بتبدأ أحداث الفيلم مع راجل عجوز ماشي في مكان أشبه بالكهف، وبيشوف حفيده دونغ وو مربوط في عمود، فبيروح علشان يفكه. ولكن فجأة بتيجي روحه بتهجم على دونغ وو، فبيرن جرس موجود في حظاظة كان لابسها الجد، فبيتصدم جدا وبيطلع ده حلم شافه بطلنا دكتور شيون. وبيقوم بعدها من النوم على صوت ركنة العربية، وبيكون بيشتغل طارد أرواح لكنه مزيف، يعني بيدعي ده. وبيكون معاه صاحبه إم بي، واللي قدام الناس هو المساعد بتاعه. وبعد كده بيروحوا البيت علشان جالهم طلب لطرد روح من بنت ممسوسة في تانية إعدادي. ولما بيوصلوا البيت بيشوفوا البنت، وبيجي أبوها وأمها بيطلبوا منه يعالجها، فبيعمل نفسه شامم ريحة غريبة وبيقول في ريحة جثث هنا، وبيشاور على تمثال اسمه البرموق، وده المفروض إنه بيحمي العائلات النبيلة في كوريا. لكن بيضحك عليهم شيون وبيقول إنه بيحمي المقابر علشان كده البيت ريحته جثث. وبيقول المخادع ده بعض الأعراض النفسية الشائعة بتحصل للعيلة دي، زي إن الأب والأم مش عارفين يناموا وكمان بيحلموا بكوابيس، والبنت بتتصرف بوقاحة معاهم ومتأخرة في الدراسة بتاعتها. فبيتصدم الأب والأم من كلامه لأنه صح، لكن البنت بتكون مش مصدقاه وشايفة إنه نصاب. وبيقول شيون إنه هيتخلص من التمثال، وبيمسك سيفه اللي بيكون مكسور وبيرميه على التمثال. فبيدوس ام بي على زرار في جهاز اللاسلكي، فبينزل التمثال دم، فبيتصدموا جدا. وبيدوس بعد كده ام بي على زرار تاني، فبيطلع أصوات غريبة وبيحصل هوا شديد في المكان، فبيطير السيف وبيمسكه شيون بحركة استعراضية. وكل ده بيطلع عن طريق أجهزة محطوطة في العربية بتاعة شيون، واللي بيكون راكبها جنب البيت بره، وبيتحكم فيها ام بي بجهاز اللاسلكي. ولكن فجأة بتيجي عربية نقل تشيل عربيته لأنها راكنة مخالف، بس هو مش بيكون عارف، فبيروح علشان يقضي على التمثال بالسيف. بس أول ما بيحط فيه مش بيتكسر، فبيتصدم وبيبص الام بي اللي عمال يدوس على الزراير بس مش بيحصل حاجة. وفجأة بيطير التمثال وبيكسر إزاز البيت وبيدخل جوه يكسر الحاجات، فبيروحوا كلهم علشان يشوفوه. وكالعادة بيحور عليهم شيون وبيقول طالما طار للأمام مش للخلف، يبقى دي إشارة للأب إنه يسيب مراته هي اللي تجيب كل حاجة بعد كده ويسمع كلامها. وبالنسبة لبنتهم الممسوسة لازم ترتاح لمدة أسبوعين من المدرسة ويتم تنفيذ أي طلب ليها، فبتفرح جدا وبتعتذر ليه إنها ما كانتش مصدقاه في الأول، والعيلة كلها بتشكره على وجوده. وبعد كده بيدوله الأجر بتاعه، وبياخد الحاجات اللي اتكسرت كمان ابن النصابة الذكية ده. وبيروح بعد كده يبيع الحاجات الأثرية اللي خدها من بيت العيلة دي لصاحب متجر الأثريات هونغ، واللي بيكون متضايق من شيون لأنه محتال. فبيقول شيون ده علاج نفسي مش احتيال، ولو قلت للعيلة إن مفيش روح شريرة في بيتهم مش هيقتنعوا بكلامه وهيروحوا لطرد أرواح تاني يحتال عليهم. فبيقول له هو أنت مش حفيد زعيم بيت السحرة؟ لكن بيقاطع شيون وبيقول بيت السحرة اتقفل من زمان، وبيمشي وهو متعصب. وبالليل بيكون ام بي قاعد في المكتب يمنتج الفيديو بتاع آخر عملية احتيال، وده علشان يرفعه على النت كالعادة. ولكن فجأة بتدخل عليه بنت اسمها كيونغ، لكن قبل ما تقول أي حاجة بيخرج شيون من مكتبه وبيقول إن مفيش حجوزات السنة دي لأن كل المواعيد خلاص اتملت. فبتروح البنت دي للمكتب بتاعه وبتقول له أنت بتاخد 10 مليون ون على الحالة، فبترمي 50 مليون ون قدامه وبتقول له ليك 50 ون كمان لما تنفذ العملية. فبيوافق شيون طبعا، وتاني يوم بيروح هو وإم بي مع كيونغ المكان الحالة دي، وبيقعد شيون يحلل شخصيتها نفسيا في السكة بما انه اصلا طبيب نفسي. وبيوصلوا بعدها للقرية اللي هي ساكنة فيها، وبيكون اهل القرية نظراتهم غريبة جدا. وبعد كده بيدخلوا البيت كيونغ، فبيقعد شيون يتفقده، وبتاخده كيونغ الأوضة فيها دولاب مقفول بقفل، فبيقولها شيون تفتحه، فبتعمل كده فعلا. وبنشوف اخت كيونغ الصغيرة قاعدة على كرسي ومربوطة وعمالة تعيط، وبتسأل اختها في ايه. فبيخرج شيون يجهز العدة في العربية بتاعته، وبيقول ان بي البنت شكلها ممسوسة بجد لازم نمشي من هنا. لكن بيضحك عليه شيون بالكلام وبيقنعه ينفذوا العملية. وبتقول كيونغ انها بتشوف الارواح دي، فبيروح شيون عند الاخت الصغيرة وبيحاول يهديها وبيقولها انت مش ممسوسة ولا حاجة، اختك بتكذب. حتى بص دي حظاظة فيها جرس لمعالج روحاني مشهور قديم، وبيرن الجرس ده لو فيه اشباح، ودي الحظاظة اللي شفناها مع الجد في اول الفيلم. وبيهز شيون الحظاظة وهنا بتيجي الصدمة، الجرس بيرن فعلا. فبيتصدم شيون جدا، وفجأة بيتحول صوت الأخت الصغيرة لصوت الروح اللي لابساها، وبتفك نفسها وبتكسر الكرسي على شيون. وبتخرج الروح من جسم الأخت الصغيرة وبتهجم على كيونغ، لكنها بتتفاداها وبتقف الروح قدام كيونغ، وبتكون دي ساحرة كبيرة. فبتقول كيونغ لشيون الروح قدامي، فبيجي شيون يطعن الروح بالسيف بتاعه، فبنشوف الروح بتختفي. وبنشوف بعدها في مقر الساحر الحقيقي ان الحاجز اللي كان ماسكه ونقل روحه من خلاله ده بيتكسر، فبيتعصب جدا وبيقول لأتباعه وهو غضبان كيونغ شافت وشي. وبيمشي بعدها شيون وإن بي من القرية وبيلمحهم تابع الساحر، فبيروح يقول للساحر إن كيونغ وأختها لوحدهم في البيت دلوقتي. وبعدها بنشوف التابع بيتكلم مع تابع تاني وبيقول إن الساحر عايز مقلة عين كيونغ علشان يتحرر من السلسلة الحديدية، بس لازم الأول يهزم المبارز ذو السيف السباع النجوم. فبتقول له التابعة هو مش هزمه زمان؟ فبيقول التابع ممكن ما يكونش قضى عليه بشكل كامل،
وبيروح ام بي ينفذ اللي طلبه منه شيون، وهو ان يقول لهونغ ان الجرس اللي في الحظاظه رن. فبيتصدم هونغ جدا، وبعد كده بيتصل بشيون، فبيقول له شيون تعالى قابلني في فندق جولدن. وبعد كده بيروح هو وام بي، واثناء رحلتهم بيكون ام بي مش فاهم حكايه الجرس دي. فبيقول له هونغ ان جد شيون كان من بيت الصحراء، وكان حامل معبد سيونغ، وكان عنده تعويذه بتطرد الارواح، وكان عاوز يورثها لحفيده شيون، لكن شيون رفض ده. فاللي ورثها الحفيد الاصغر دونغ وو، ولكن في احد الايام اختفى دونغ وو. فقعد الجد يعمل طقوس علشان ينقذ دونغ وو، ولكن كان لازم يكسر الحاجز بتاع السحر اللي شفناه من شويه. وبيمسك الجد السيف السباع النجوم وبيضرب الحاجز، لكن للاسف مش بيقدر يكسره، وبيموت هو ودونغ وو. وبنشوف الساحر بينقل روحه عبر حاجز لقريه كيونغ، وفجاه بيخبط الباب بتاعها، وبتفتح للظابط بتاع القرية، ولكن بتشوف انه ممسوس، فبتروح تمسك الصاعق علشان تضربه بيه، لكنه بيخنقها ولسه هيقلع عينيها، لكن بيظهر فجأة شيون وبيضربه بالسيف بتاعه، واللي بنعرف ان هو ده السيف سباع النجوم اللي ورثه من جده. وبعد كده بتتنقل الروح لجسم الاخت الاصغر وبتهرب، فبيروح وراها كيونغ وشيون، وبيشوفوها بتركب العربية مع اتباع الساحر، واللي بيلمح السيف السباع النجوم مع شيون، فبيقول انه لازم نقتله، وبيرسل روحه أنيا مع احد الاتباع، وبيظهر قدام شيون وبيدور قتال ما بينهم. لكن اول ما التابع بيلمس السيف بيختفي وبيتدمر الحاجز، فبيجيب الساحر حاجز تاني وبيرسل روح مع تابع جديد، بس برضه بيقضي عليه شيون، وبيفضل يستخدم كل الحواجز المتبقية عنده، ويرسل روحه مع اتباعه، لكن بيقضي شيون عليهم كلهم. فبيتعصب الساحر جدا، وبيوصل ليونغ وإن بي اخيرا. فبيقول شيونغ لهونغ انه قرر يروح يقتل الساحر ده، وده علشان ينتقم لجده واخوه، وبيطلب من هونغ ياخده لشخص يعرف مقر الساحر ده. فبيروح لشخص يقدر يستدعي الأنثى الجنية، وبالفعل بيستدعيها وبتدخل روحها في جسمه، وبتقول الجنية إن الساحر عايز مقلة عين كيونغ بسبب جد شيون، لأن العين دي قادرة تحرق التعويذة اللي اتعملت عليه، والجنية بتحكي القصة بالكامل. وبنشوف المشهد بتاع أول الفيلم، والروح بتهجم على دونغ وو وبتستحوذ على كل جسمه، وبتكون روح الساحر اللي اسمه بيوم، وبيوم بيطعن الجد، لكن الجد مش سهل برضه، وبيطلع خريطة وبيغرس فيها السيف سباع النجوم، وبيعمل تعويذة عليها، فبيتم تقييد بيوم بسلاسل حديدية، ولكن بيضطر الجد يكسر السيف علشان ياخد دونغ وو ويهرب، علشان كده السيف بتاع شيون مكسور، فبتتفك نص التعويذة، وبيقدر بيوم يروح ورا الجد ويطعنه بالنص بتاعه، بس مش بيقدر يتخطى حدود جبال جواك شمالا وجبال جيم جنوبا بسبب التعويذة، فبقى ده المقر بتاعه من ساعتها. وبتقول الجنية للقضاء على بيوم مش سهل، فشيون بيقول انه بيجيد استخدام السيف سباع النجوم، وكيونغ معاه عيون قوية، يعني هما الاتنين يقدروا على بيوم. وبيطلب من الجنية تقول له على مكان النص التاني من خريطة المنظر الجليدي، وده علشان يروح ياخدها ويكمل باقي التعويذة بتاعة جده، ويحبس الساحر بيوم للأبد. فبتقول له الجنية في جبل يونغ وول، فبيروحوا لهناك فعلا، وبتستخدم كيونغ قدرة عينيها، وبتعرف تحدد مكان الخريطة، وبتطلع موجودة في معبد عليه تعويذة عاملها بيوم، لكن بيتقدم شيون وبيكسر باب المعبد بالسيف بتاعه، وبيقدر انه بيدخل فعلا. فبيحاول بيوم يعيش شيون في وهم، وبيدخل جوه جسم جده، لكن بيقدر شيون يشوف روحه لأول مرة وبيموته بالسيف سباع النجوم، وبياخد الخريطة وبيخرج من المعبد اللي بيتدمر بعد كده. فبيتعصب بيوم جدا، وبيعرف شيون موقع المقر بتاع بيوم بالتحديد، والصدمة انه بيكون في القرية بتاعة كيونغ، فبيروحوا لهناك فعلا، ولكن بيهجم عليهم في نص الطريق اتباع بيوم، وبيفضل ينقل روحه فيهم، وبتدور معركة قوية بينهم وبين شيون، واللي بيكون معاه السيف السباع النجوم، وكيونغ اللي معاه الصاعق الكهربي، لكن للأسف بيكون عددهم كتير جدا، فبيقرروا يخطفوا كيونغ ويهربوا. فبيركب شيون العربية مع يونغ وإن بي وبيروحوا وراهم، وبنشوف كيونغ وهي مربوطة في المقر بتاع الساحر بيوم، وبيوصل بالفعل شيون لمقر بيوم، وبيخلي إن بي يجهز المتفجرات على طول مدخل المقر، وبنشوف شيون وبيوم بيتقابلوا، وبتبدأ المبارزة المنتظرة ما بينهم، وبتكون متكافئة جدا، لكن بيقدر الساحر بيوم يطير السيف سباع النجوم من إيد شيون، وبعد كده بينزل فيه ضرب، ولكن الصدمة إن السيف بينجذب لنص التاني الموجود في الخريطة، وبعد كده بيرتبطوا مع بعض، بس المرة دي بيتفوق شيون بشكل كبير، وده بسبب قوة السيف الكاملة، ولكن الساحر بيوم بينقل روحه لتابعه، فبيهجم على شيون من وراه، وبعدها بيستعيد روحه، وبيروح يطعن شيون في بطنه وبيوقع السيف منه، ولسه بيرفع سيفه علشان يقضي عليه، لكن بيتدخل الأسطورة إن بي وبيضرب قنبلة ضوئية في الهواء بتعمل سحر بيوم، فبيستغل الفرصة هو وشيون وبيحرروا كيونغ وأختها الصغيرة، وبياخدوا السيف ونص الخريطة بتاعة التعويذة وبيهربوا، فبيطلع يجري وراهم بيوم، لكن قبل ما يوصل لهم بيستخدموا المتفجرات وبيفجروا المدخل على راسه، وبيطلع إن بي نص الخريطة اللي جابوها من جبل يونغ وول، فبيكمل شيون الخريطة وبيغرس السيف سباع النجوم فيها، فبتتفعل التعويذة أخيرا، وبتخرج السلاسل الحديدية وبتقيد روح بيوم وبتحبسها في الخريطة للأبد، وبعد كده بتتحرق الخريطة وبتختفي، وبتشكر كيونغ شيون على مساعدتها وإنقاذ أختها الصغيرة، وبتنتهي قصتنا على كده.
فما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة، وده علشان يوصل لكم أقوى ملخصات الأفلام.